اصابع الكنافة بتاعت الحلواني خطيرة جدا، لونها خطير، طعمها فظيع، حلوة جدا جدا، هتعجبكم. بصوا شكلها جميل جدا جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم طريقة عمل اصابع الكنافة بتاعت الحلواني، حلوة جدا، اللي بتجيبوها من بره هتعجبكم جدا. بصوا لونها خطير، طعمها كان فظيع، حلوة جدا جدا. اهو بصوا شكلها، بصوا لونها من تحت، بصوا شاربة الشربات حلوة قوي قوي قوي، مقرمشة من بره وطرية من جوه، هتعجبكم جدا. اهو هنا بوريكم الشكل بتاعها، كان شكلها خطير. لايك وشير للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من الناس، ويا ريت لاول مره يشرفني بالاشتراك ويفعل الجرس على الكل علشان يوصل له كل فيديو انا بنزله. يلا نشوف وصفتنا ونشوف طريقتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اهو هنا معايا كنافه زي ما حضراتكم شايفين اهو. انا هنا بقصها. الكنافه دي كانت بايته عندي ما كانتش طازه بصراحه، انا كان نفسي اعملها بس ما كنتش فاضيه. فمش مشكله، باتت وعملتها تاني يوم. لو كانت فريش معاكي وطازه وجايه طازه معاكي هتطلع كمان هتطلع احلى من اللي انا عملتها. هنا كنت قصيت كده حبه كده يعني منهم علشان اعرف الفهم، علشان بس ما اطولش عليكم. تمام. هنا بجيب قطعة كده وافضل الفها، لو القطعة طويلة معاكي ممكن تقصي الصوابع بتاعتك بالمقص، تمام، بالحجم اللي انت عايزاه. خلاص كده اهو. بصوا جمالها، جميلة جدا. هتشوفوا دلوقتي شكلها عامل ازاي. بصوا حلوة قوي. هتلفوا كده هنا من غير اي سمنة ولا اي سكر ولا اي مكسرات ولا اي حشوة، انت بس الحشوة دي في ايدك، انت ممكن تعمليها. لو انت حابة تحشيها قشطة ممكن تعمليها، لو حابة تحشيها مكسرات ممكن تعمليها، لو حابة تعمليها سادة زي ما انا عملتها اعمليها، حلوة جدا على فكرة، مش هتقول لا، وطعمها خطير. خلاص تمام. انا مش بحط سكر بودرة على الكنافة وافضل اقلب فيها، لا، انا بعملها بالطريقة دي، جربوها ان شاء الله هتعجبكم. ان شاء الله هعمل لكم برضو كنافة بالقشطة، وهعمل لكم كنافة بالمكسرات، هتعجبكم جدا ان شاء الله. انا هحاول انزل لكم الفيديوهات اليومين دول قبل رمضان ما يخلص، معلش انا اسفة ان انا بتأخر، بس حاجة غصب عني. اهو هنا بلف كده وبضغط عليها ضغطة بايدي كده علشان اضم كده او الم الكنافة بتاعتي ما تبقاش هايشة. خلاص. هنا كنت انا خلصت كمية كده علشان ما اطولش عليكم. هنا اهو خلصت الكمية كلها. الصينية طبعا انا دهناها حاطة فيها حبة سمنة حلوين قوي، خلاص، علشان هي الكنافة بتحب السمنة. تمام. بعد ما خلصت كده ولفيت الصوابع بتاعتي، هبدأ اجيب سمنة سايحة زي ما انا موريها لكم كده، وهبدأ ارش على الكنافة بتاعتي كلها واشربها السمنة بتاعتي. هي طبعا الصينية مليانة تحت او مدهونة تحت سمنة، حبة سمنة حلوين. تمام. فانا هبدأ اشربها كده من فوق على الصوابع بتاعتي، وابدأ اشرب فيها او ارش عليها. حلو جدا جدا على فكرة. ما بتاخدش وقت معاكي خالص، هتعمليها في 5 دقايق. خلاص. انا طبعا الفيديو طال مني علشان بس انا ايه عامله لكم بس مقدمه في الاول كده، فمعلش، هي على فكره مش هتاخد وقت خالص منكم. يوصل معايا لحد هنا ما ينسانيش في اللايك. ويا ريت يا جماعه لاول مره يشوفني يشرفني باشتراكه، هكون طبعا سعيده بيه. اجمل اخوات في الدنيا. اهو كده هبدأ اشرب كده فيها. كملوا معايا الفيديو للاخر وانتوا هتشوفوا كل تريكات الكنافة النهاردة، حلوة قوي هتعجبكم. كملوا بس معايا الفيديو للاخر، هقولكوا على كل التفاصيل بتاعة الكنافة. خلاص. اهو اهم حاجة بس السوا بتاع الكنافة، علشان هي ما بتاخدش سوا. خلاص. انا كده شربتها كلها بالكنافة بتاعتي، شربت الكنافة بتاعتي بالسمنة، اسفة، شربت الكنافة بتاعتي كلها بالسمنة اهي، وهبدأ ادخلها الفرن اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. اهو حلوة قوي قوي قوي، هتعجبكم. يلا ندخلها الفرن. اهو هنا شكلها، انا سبتها كده، هنا انا حطيتها تحت كده
وهبدا ارفعها تحت الشوايه شويه، تاخد لون من تحت. اول ما تحمر من الجوانب كده هتبداي ترفعيها تحت الشوايه، تاخد وش كده ذهبي وحلو، هتطلعيها. تمام. الشربات ده طبعا انا عاملاه معاكم، هتلاقوه على القناه، خشوا شوفوه. انا ما حبيتش اعمله معاكم علشان الفيديو ما يطولش عليكم. انا الشربات ده كنت عاملاه معاكم، خشوا شوفوه هتلاقوه. شربات الكنافه او الشربات التقيل للحلويات الشرقيه بتاعتنا اللي محتاجه شربات تقيل، هتلاقوه على القناه، خشوا شوفوه. تمام. اهو كده. انا حبيت هنا هي سخنه طبعا، انا طلعت الكنافه سخنه والشربات بارد، الشربات بتاعنا بارد. خلاص. بصوا شكلها، بصوا الشربات بتاعنا ازاي جميله، ازاي طريه جدا، مقرمشه من بره وطريه من جوه جدا جدا جدا، هتعجبكم قوي. احلى من بتاعه المحلات بكتير على فكره، وانضف. تمام. وانتي ضامنه حاجه بيتك انتي عاملاها ازاي. خلاص. حلوه قوي، هتعجبكم على فكره. اهو بصوا، لونها جميل جدا جدا، حلوه قوي. هنا هخرج لكم كده او هطلع لكم كام واحده تشوفوهم على الطبق، وهوريكم الشربات. شرب الكنافه، الشربات حلو قوي. اهو هنا هطلع لكم كده على الطبق. بصوا هنا بوريكم، بصوا لونها من تحت ما شاء الله. الشربات بتاعنا حلو قوي جدا، يعني جربوها وادعوا لي. بصوا شكلها تحفه تحفه بجد. اهي دي كان شكلها طريه قوي على فكره، بتدوب في البق، مقرمشه من بره. احلى والله من المحلات بكتير. انا بقول لكم بشهد ان انا عاملاها احلى من المحلات بكتير. كل اللي دقها قال لي تسلم ايديكي بجد، تحفه، احلى من بره بكتير وانضف. بصوا ما شاء الله لونها، بصوا من فوق ومن تحت، خطيره خطيره جدا جدا. يلا بقى لايك وشير للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من الناس، ويا ريت ما تنسونيش في الاشتراك وتفعيل الجرس على الكل. حلوه قوي قوي قوي. هشوف تعليقاتكم الجميله اللي بتسعدني. طبعا هكون سعيده جدا بكل اخواتي وحبايبي اللي بيشرفوني بالاشتراك. هستنى تعليقاتكم